ضيق النفس ليه أسباب كتير، بس في أعراض تانية لو موجودة معاه يبقى الموضوع أخطر شوية. أمراض التليفات الرئوية هي أمراض خطيرة تحتاج تدخل من بدري جدا علشان ما يحصلش مضاعفات. تخيل معايا كده إن الرئة الطبيعية بتتمدد بسهولة، لكن مع التليفات الرئوية المرونة دي بتقل، وساعتها النفس بيبقى أصعب. أكتر أعراض بنشوفها هي ضيق نفس تدريجي خصوصا مع المجهود، وبنلاحظ كمان إن في كحة جافة مزمنة وإرهاق عام على المريض. للأسف في المراحل المتقدمة ممكن يحصل نقص في نسبة الأكسجين وتغير في شكل ولون الأظافر. للأسف مش دايما بنعرف سبب التليفات الرئوية، لأن في حالات كتير السبب بيكون غير معروف، وفي حالات تانية ممكن يكون بسبب أمراض مناعية أو التهابات رئوية مزمنة. طب نقدر نشخص الحالة دي إزاي؟ من خلال الأشعة المقطعية على الصدر عالية الإيضاح واختبارات وظائف التنفس وأحيانا تحاليل مناعية. في حالات بنحتاج إن احنا ناخد عينة من الرئة، والعلاج هنا بيبقى على حسب نوع التليفات الرئوية. ممكن نحتاج مع العلاج الأكسجين مع التأهيل للرئة. المتابعة المنتظمة الوضع بيتحسن كتير جدا. التليفات الرئوية أمراض مزمنة، بس حقيقي التعامل معاها من بدري بيفرق كتير جدا في مسار المرض. نصيحتي ليك تابعوا الأعراض، لو لاحظتوا أي مشكلة زي ضيق النفس أو الكحة المزمنة تابعوا مع طبيب الصدر من بدري.